بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقره المزاجنجي. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، يا رب يكون عيد سعيد عليكم كلكم. طبعا ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في غزه، اخواتنا في السودان. يا رب يا رب ينصرهم ويحميهم. طبعا هنتكلم. طبعا انتهت منذ قليل مباراه النادي الاهلي امام نادي الاتحاد السكندري سيد البلد بفوز النادي الاهلي بهدف غالي جدا طبعا لمحمود عبد المنعم كهربا. طبعا بقول الف مبروك للنادي الاهلي. وطبعا يعني الاهلي بيتسحب واحده واحده فوق. طبعا كمان هنستعرض بقيه المباريات. نادي الجونه بيتعادل مع البنك الاهلي، نادي الاسماعيلي بيتعادل مع انبي، ونادي المقاولين العرب بيحقق فوز غالي جدا على فريق طلائع الجيش. وطبعا هنتفرج على الفضيحه اللي شفناها امبارح، نادي المصري بيفوز طبعا على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. وضع الهدف الاول الروج فخر الدين بن يوسف، وطبعا الهدف الثاني انا شايفه اجمل هدف الصراحه من اجمل اهداف الجوله لمحمد الشامي، وقلص الفارق مع يوسف اوباما. لكن بجد بقى، لغايه امتى هيستمر الفجر التحكيمي ده؟ كرة تخطت، كرة ما تخطتش. هو ده بجد والله، يعني حتى الكادر اللي انتوا وريته لنا باين ان الكرة جوه. بغض النظر برضو مش هنعلق الشماعة، لان لو هنتكلم فني النادي الزمالك يا جماعة ما عندوش. يعني نادي الزمالك بجد في مجموعة لعيبة ما تستحقش انها تلعب. جوزيه جوميز، هو انت لسه مصمم ان ابراهيم رضاي باك شمال؟ ابراهيم رضاي ما ينفعش باك شمال. من ماتش كذا ماتش ده دلوقتي اي فرقة هتلاقي نادي الزمالك هتضرب خلاص، يعني عرفت نقطة ضعفك. مباراة فيوتشر، الجون جاي منين؟ بطء في التحضير. طبعا يعني حتى كمان لقطه امبارح عصبتني، طبعا الخناقه بين محمد عواد وحسام عبد المجيد. انتوا الاثنين اصلا مبوظين الدنيا. محمد عواد الكورتين اللي جم عليه جوان، حسام عبد المجيد من بعد ماتش الاهلي وهو ضايع. كور بتتلعب من ظهره وكور بتتلعب من جنبه، بيتغفل في كذا كوره. بجد بقى يا جماعه، الى متى يعني عايزين نخلص بقى؟ الفجر ده هيخلص امتى؟ عامر حسين بسم الله ما شاء الله بوظها وخربها وقلد على تلها بجد والله. وبرضه عندي سؤال تاني، هو الاهلي وبيراميدز هيلعبوا امتى؟ برضه انا كزملكاوي بعشق نادي الزمالك وكل حاجه، لكن دي منافسه، تكافؤ فرص. ده الاهلي، ده النادي الاهلي ما لعبش الداخليه ضد الدور الاول، ده 9 مؤجلات. طبعا نادي الزمالك يعني في كلام انه عمل بيان، وطلع طبعا بيان انه مش هيلعب الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته. طبعا يعني الخساره دي خلاص، يعني الاهلي بنسبه كبيره، الزمالك بنسبه كبيره طبعا بخسارته امبارح بعد رسميا عن المنافسه. لكن بجد بقى لعيبه الزمالك، هو احنا المركز اللي فيه ده يليق باسم نادي الزمالك؟ مثلث برمودا ده هنطلع منه امتى؟ 11 12 13 11 12 13 وساعات بننزل ل 14. ايه يا جماعه؟ مع كل الاحترام للانديه الثانيه، احنا بنلعب انتوا في نادي الزمالك من افضل انديه افريقيا واحسن انديه مصر، مع كل الاحترام للنادي الاهلي. لكن انتوا ايه؟ انتوا من بعد الكونفدراليه شمتوا، هي وقفت على الكونفدراليه. يعني طبعا ببارك للنادي المصري، النادي المصري حقه يفرح وكل حاجه، لكن بجد يعني الهدف الاول كارثه. الهدف الاول كارثه، يعني نضاي بيرجعها لحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد مش قادر يجري. الهدف الثاني انا بالنسبه لي هدف ملعوب جدا، كعب لمحمد الشامي بعيد، في البعيده جول. طبعا كمان الزمالك عاقب محمد عواد بخصم 25% من مرتبه، من عقده كمان، عشان طبعا المشاده اللي حصلت. طبعا يعني هنشوف طبعا البيان بتاع الزمالك. طبعا يعني انت ساكت يا لبيب، انت 100 100 يا لبيب. طبعا ردنا بقى على الفيديو، طبعا الاعلان بتاع اولاد رزق. بتمنى لعيبه الزمالك تكون اتفرجت على الاعلان ده. بغض النظر فيلم حلو والناس اتفرجت لكن ايه الغايه يا تركي انك تنكش نادي الزمالك في الحاجه دي؟ يا جماعه احنا داخلين على مباراتين ورا بعض، احنا داخلين على نهائي السوبر الافريقي، وده نهائي يعني حساس بالنسبه للاثنين كبار القاره. نادي الاهلي بطل افريقيا، نادي الزمالك بطل الكونفدراليه، وعندك قمه يوم الثلاث الجاي. وعندك طبعا هو الزمالك خلاص، هو الزمالك اصلا عنده مباراه يوم الجمعه امام فاركو، يوم الجمعه ان شاء الله. يعني هدوا الاجواء مش كده. طبعا اليورو مش هنتكلم عليه الا لما يطلعوا المجموعات. لكن طبعا يعني مفاجاه كبيره هي خساره المنتخب البلجيكي امام المنتخب السلوفاكي، ودي مفاجاه كبيره جدا. طبعا بنتمنى بقى نهدي الاجواء. طبعا يعني الحمله برضو اللي معموله على زيزو،
طبعا كابتن احمد سيد زومو، احمد سيد عومو، كلنا عارفين يا جماعه. اي واحد اهلاوي مع كل الاحترام لو قلت له تتمنى زيزو في الاهلي، لو ما قالكش لا، لا مؤاخذه في الكلمه، تعالى انت يا عم اتكلم معايا، تعالى انت يا عم قول عني اللي انت عايزه. الاهلاويه كلهم بلا استثناء عايزين زيزو. كابتن لبيب، حق الزمالك يرجع بجد بقى. طبعا انت بتقول انك طالب حكام اجانب، ماشي. الزمالك بادئها من التحكيم من اول مباراه المقاولين بتاعت انا مش مقتنع دي، فاكرين طبعا امين عمر، وكذا كذا حالات، كذا حاله كده، كذا حاله ورا بعض. لكن مع كل الاحترام لو هنتكلم، الزمالك مش دوري مش بتاعه من اول جوله. الزمالك فعلا خارج نطاق الخدمه من اول الدوري السنه دي، لكن مش هيبقى لعيب، مش هيبقى لعيبه وحكام، يعني كفايه اللعيبه. طبعا بنتمنى يا رب نكون ساعدناكم. طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل، وهارد لك لنادي الزمالك. طبعا مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا يعني هي خلاص بالفوز ده المنافسه طبعا اصبحت محصوره بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، مع كل الاحترام لكل الانديه. لكن انا شايف ان نادي بيراميدز السنه دي الصراحه هو اللي يستحق الدوري، مع كل احترامي لاخواتي الاهلاويه. بتمنى يا رب ان اكون ما طولتش عليكم. طبعا يعني ادعوا لاخواتنا في فلسطين، ادعوا لاخواتنا في السودان. طبعا يعني اتمنى يا رب المنظومه بتاعتنا دي بقى تبقى كويسه، عشان بجد يعني الواحد شاف في المنظومه دي العجب والعجاب. انا اول مره اشوف نجم فريق، نجم المباراه بيبقى من الفرقه الخسرانه. اول مره في حياتي اشوف مؤجلات ما بتتلعبش اصلا. يعني وقلتها من اول الفقره، الاهلي ما لعب في فرق الاهلي ما لعبهاش اصلا، وبرضه بتكمل في الدور الثاني. وبرضه ما زلت بقول ابقى قابلني لو الدوري ده خلص في ميعاده. الدوريات كلها خلصت وانتوا لسه. ده المنتخب الاسكتلندي راجل بيلعب، والدوري الاسكتلندي هيبتدي كمان اسبوعين ولا كمان 3. في ايه؟ اتحاد الكوره، لجنه المسابقات، انتوا لو عندكم دم مع كل الاحترام تغوروا. ايه ده؟ ده منظومه عايزه منظومه. حكام تعبانين، فار ضايع. طبعا يعني هاني سعيد كابتن نادي الزمالك السابق، وطبعا كان مدير الكره الاسبق في نادي بيراميدز، قال لك الفار في مصر هيفشل. شايفين بجد كميه عبث رهيبه. نتمنى يا رب حتى في المنتخب، يعني بسم الله ما شاء الله عندنا حسام حسن ماشي بنظريه المؤامره. انت ضد النقد. طبعا احنا شايفين اللي حوالينا، يعني بجد والله. يعني اتفرجوا على اليورو، كرة محترمه كرة. لكن انا طبعا مش عايز اتكلم دلوقتي لا على اليورو ولا على الكوبا امريكا، لما الاثنين طبعا يخلصوا المجموعات، وساعتها بقى نشوف الادوار الاقصائيه ونشوف الكلام ده. اتمنى يا رب ان اكون وصلت لكم المعلومه. طبعا يعني ما تنسوش دعم القناه، طبعا لايك وشير وسبسكرايب. طبعا حفظ الله الكرة، حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن العربي، حفظ الله فلسطين. شكرا، السلام عليكم.